اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم درايه. لو انت مش مشترك في القناه اشترك وفعل الجرس واعمل لايك لو عجبك المحتوى. النهارده معانا حلقه جديده، فيلا بينا نبدا. يلا بينا. الشخصيه اللي معانا النهارده هو احمد بن حنبل، ابو عبد الله احمد بن محمد بن حنبل، فقيه ومحدث مسلم، ورابع الائمه الاربعه عند اهل السنه والجماعه، وصاحب المذهب الحنبلي في الفقه الاسلامي. اشتهر بعلمه الغزير وحفظه القوي، وكان معروف بالاخلاق الحسنه زي الصبر والتواضع والتسامح، واثنى عليه ناس كتير قوي، ومن اشهرهم الامام الشافعي. اتولد احمد بن حنبل سنه 164 من الهجره في بغداد. نشأ فيها يتيما، وكانت بغداد في الوقت ده هي حضارة العالم الإسلامي كله، فيها كل أنواع المعارف والفنون المختلفة. وكانت أسرة أحمد بن حنبل بتوجهه عشان يطلب العلم. وفي سنة 179 من الهجرة بدأ ابن حنبل يتجه إلى علم الحديث، وبدأ يطلبه في بغداد عند شيخه هشيم ابن بشير الواسطي، لحد ما توفى شيخه ده سنة 183 هجرية. ففضل في بغداد يطلب العلم لحد سنة 186 من الهجرة، عشان يبدأ بقى في رحلته لطلب الحديث. فرحل للعراق والحجاز وتهامة واليمن، وخد عن كتير قوي من العلماء والمحدثين. لما بلغ 40 سنة، وده كانت سنة 204 من الهجرة، جلس بقى عشان يفتي في بغداد. وكان الناس بيتجمعوا على درسه لحد ما تقريبا عددهم بيوصل لحوالي 5000 واحد. اشتهر ابن حنبل بصبره على المحنة اللي وقعت بيه، واللي اتعرفت باسم فتنة خلق القرآن. وهي فتنة كانت في العصر العباسي في عهد الخليفة المأمون، وبعد كده وصلت للمعتصم ثم الواثق. الخلفاء دول اعتقدوا ان القرآن مخلوق، وهو رأي المعتزلة، لكن ابن حنبل وغيره من العلماء اختلفوا معاهم في ده. فاتحبس ابن حنبل وعذب، وبعد كده خرج من السجن عشان يرجع للتدريس والكلام ده كله. وفي عهد الواثق اتمنع ان هو يجتمع بالناس ويدرس لهم اصلا، لحد ما جه المتوكل ونهى الفتنة دي خالص. وفي شهر ربيع الاول سنة 241 من الهجرة مرض احمد بن حنبل ثم مات، وكان عمره 77 سنة. بس كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهارده. نشوفك بكره ان شاء الله. السلام عليكم. إن أذن لي أمير المؤمنين. تفضل. إلى ما دعا إليه ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يا أمير المؤمنين، إن جدك عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. وأنا يا أمير المؤمنين أقر بذلك كله، ففيما أنا هنا. ما تقول في القرآن يا ابن حنبل؟ كلام الله. اقرأ الأثر جيدا. فقد وقع الخلق على الجنة والنار والسماء والأرض، ولم يقع على القرآن، أليس كذلك؟ والله يا مولاي إنه صاحب بدعة ضالة. يا أمير المؤمنين، أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. لكن الأمور لا تستقيم بالقرآن والسنة فقط، يجب علينا أن نحتكم إلى صوت العقل. عجيب أمرك. وهل يقوم الإسلام إلا بالقرآن والسنة؟ وهل نأخذ الدين والعقيدة إلا من القرآن والسنة؟